تخيل معايا كده ان في واحد واقف على رصيف محطة قطر عايز يروح مكان معين وعمال يبص على القطر اللي جاي، مع انه عارف ان القطر ده مش رايح المكان اللي هو عاوزه، بس مستني ممكن القطر ده يغير اتجاهه ويوديه المكان اللي نفسه فيه. ده بالظبط حال كتير مننا لما نستنى الفرصة المثالية بنفضل واقفين مكاننا مستنيين اي فرصة بتيجي من بره، حد يكلمنا او علاقة تتغير او وظيفة تظهر فجأة، حاجة تنزل علينا من السما. المهم اللي احنا مستنيين مكاننا وخلاص. لكن الحياة مش بتمشي كده، الحياة مش مسرحية ولا فيلم قاعد تبص عليه، الحياة دي ورشة عمل وانت عامل فيها. فرصة مش هتخبط على بابك وتقولك انا جيت، الفرصة دي مش تبقى أكل هيجيلك لحد سريرك. باختصار كده الفرصة مش هتجيلك على مقاسك بالظبط، الفرصة انت اللي بتصنعها. تعال اقولك نعمل ده ازاي. اول خطوة لازم تغير عقليتك وطريقة تفكيرك عشان الفرصة دي مش صدفة. ركز كويس قوي، الفرصة مش صدفة، الفرصة نتيجة قرار والخطوة اللي بتاخدها. بدل ما تقول يا ريت الفرصة دي كانت جاتلي، انت ممكن تصنعها بنفسك. تاني حاجة لازم تتعلم حاجات جديدة على طول. الفرصة بتبتدي بمهارة، المهارة دي لو عندك هتسهل، ممكن تتعلم برمجة أو تصوير أو حتى جرافيك، تتعلم أي حاجة، المهم إنك تجرب حاجة جديدة. تالت حاجة مهمة برضو، خليك قريب من الناس، مفيش حد بينجح لوحده، لازم علاقاتك الاجتماعية تكون قوية. ممكن تحضر مؤتمرات أو ورش عمل، خليك مختلط بالناس أكتر. رابع حاجة، اوعى توقف تفكير أو تطوير في نفسك، خلي عندك دايما استعداد إنك تتعلم حاجات جديدة. دور على كل الأبواب وخد بالأسباب اللي توصلك أسرع. النجاح مش حظ فقط، ده اجتهاد وتعب لمدة طويلة، والمحصلة في الآخر إنك إن شاء الله هتوصل. اتمنى لخيرك النجاح وهتوصل إن شاء الله، لأن كل اللي بتعمله النهاردة هو ده اللي هيوصلك بكرة. خليك دايما متسائل، خليك منور الدنيا. أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.